ادعت منصات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع بأن قائدها محمد حمدان ديجيلو حميتي أجرى اتصالا هاتفيا مع أسرة علي رزق الله المعروف بالسافنا، وتعهد بتقديم دعم كامل لها عقب تقارير عن اختفاء 5 من أبنائها. وذكرت المنصات أن الاتصال جاء بعد إعلان الأسرة فقدان أبنائها ال5 الذين قالت إنهم رحلوا من السعودية إلى إثيوبيا قبل انقطاع أخبارهم. وبحسب المصادر ذاتها، وجه ديجيلو بتوفير مكان إقامة آمن للأسرة داخل أي دولة تختارها، مع التكفل بالاحتياجات المعيشية والتعليمية. وأضافت أن الاتصال تضمن الاطمئنان على أوضاع الأسرة والتأكيد على تقديم ما وصفته بالخدمة اللائقة. وكان ناشطون قد ذكروا أن والدة الأطفال تعرضت لضغوط أدت إلى ترحيلهم من السعودية إلى إثيوبيا قبل الإعلان عن اختفائهم، في وقت تزامن مع سفر والدهم إلى السودان وعودته فور تلقيه الخبر. إلى ذلك قالت مصادر من أسرة السافنا إن قيادات في الدعم السريع شاركت في نقل زوجته وأطفاله من المملكة العربية السعودية إلى جنوب دارفور عبر إثيوبيا قبل أيام من وصوله إلى الخرطوم في 15 من مايو. وأفاد أفراد من الأسرة بأن لديهم وثائق تشير إلى منح الزوجة وأبنائها تأشيرات عاجلة لدخول إثيوبيا قبل ترحيلهم إلى مدينة يالا. وأضافوا أن عملية النقل شملت ترتيبات مالية وعرض مبالغ كبيرة لتسهيل مغادرتهم السعودية وتنظيم رحلتهم إلى أديس أبابا. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع دمرت 3 منازل يملكها السافنا في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، يقع 2 منها في حي المطار. ويعد السافنا من أبرز القادة الميدانيين السابقين في الدعم السريع، حيث قاد عمليات في شمال دارفور وسيطر على مناطق في غرب كردفان قبل انشقاقه. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان السافنا انضمامه إلى القوات المسلحة واستعداده للمشاركة في القتال في ولايات كردفان ودارفور، في خطوة أثارت توترا إضافيا في مناطق غرب السودان التي تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش والدعم السريع. وجاء انشقاق السافنا من صفوف الدعم السريع بعد أيام قليلة من انشقاق اللواء بالدعم السريع عن نور القبة، أشهر قادة الدعم السريع الميدانيين. ولم يكن انشقاق السافنا والقبة هو الأول من نوعه، فقد سبقهم من قبل أكثر من قائد ميداني. ومنذ الوهلة الأولى للحرب، وعلي رزق الله السافنا مواليد عام 1985 في إحدى ضواحي شرق دارفور، ومنذ بواكير عمره حمل السافنا السلاح ضد نظام عمر البشير، وتحديدا في 20 من عمره، حيث كان ينشط في عام 2005 في عملية قطع الطرق والنهب في شرق دارفور ضمن حركة تحرير السودان بقيادة علي كرينيو. فيما قتل رفيق دربه الرائد خريف في مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني في عام 2016 ببلدة خورطعان بشرق دارفور. تعرض السافنا في تلك المواجهة إلى إصابة في رجله أقعدته لسنوات. في عام 2013 وقعت الحكومة السودانية اتفاقا مع السافنا ومنح رتبة رائد في القوات المسلحة السودانية. وفي عام 2017 عاد السافنا لصفوف التمرد مرة أخرى بعد قرار السلطات الحكومية في الخرطوم بحل قوات حرس الحدود وجمع سلاحها ودمجها داخل الدعم السريع. ورفض السافنا القرار ودخل في مواجهات مع القوات المسلحة السودانية انتهت بأسره في منطقة جبل مرة وترحيله إلى الخرطوم، وأفرج عنه في عام 2022. وعقب اندلاع الحرب كان السافنا سجينا في سجن كوبر، أشهر سجون الخرطوم، بعد اتهامه بقتل أحد التجار في شمال السودان. وفور خروجه انخرط في صفوف الدعم السريع وقاد هجمات شرسة ضد قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم. وبعد سيطرة الجيش على الخرطوم توجه السافنا غربا وشارك في حصار الفاشر بشمال دارفور. اتهم في وقت سابق بقطع المياه عن الفاشر وتعطيش مواطنيها، حتى انتهى الأمر بسيطرة الدعم السريع على الفاشر ومقتل 6000 مواطن بحسب تقارير أممية. كما شارك السافنا في سيطرة الدعم السريع على مدينة النهود في غرب كردفان وبارا في شمال كردفان. ومع اندلاع الرصاص بكثافة في فجر منتصف إبريل نيسان من عام 2023، كان قائد استخبارات قوات الدعم السريع اللواء الخير عبد الله أبو مريدات يحزم حقائبه ويغادر صفوف الدعم السريع. ويقول مصدر عسكري مطلع إن اللواء أبو مريدات، وهو ضابط سابق في الجيش السوداني انتدب للدعم السريع، غادر مبكرا صفوف الدعم السريع رافضا القتال ضد الجيش. وأضاف المصدر أن اللواء أبو مريدات غادر في ساعات قبل الحرب في مبادرة لاحتواء الموقف ومنع اندلاع الحرب، وبعد إدراكه لوقوع الحرب رفض القتال قبل أن يغادر إلى منزله في حي المهندسين بأم درمان، ثم ترك العاصمة الخرطوم إلى شمال السودان. ويضيف المصدر أن رفض أبو مريدات القتال كان أول عملية انشقاق من الدعم السريع في ساعات الحرب الأولى.
وفي خواتيم عام 2024 تفاجأت قوات الدعم السريع بانشقاق القائد الميداني كيكل الذي يحمل رتبة لواء. وكان كيكل قد شن هجوما كبيرا على مدينة ود مدني أحد أكبر وأشهر مدن السودان، وكان يمثل عند الدعم السريع مفتاحا للتقدم نحو وسط البلاد عسكريا واجتماعيا، حيث نجح في استقطاب قطاع عريض من شباب حواضن وسط البلاد إلى الدعم السريع إبان وجوده في صفوفه. ويرى مراقبون أن انشقاق كيكل عن الدعم السريع ساهم بشكل فاعل في إضعاف موقفها في وسط البلاد، وعزز من قوة الجيش التي انقضت لاحقا على الدعم في كل مدن وسط البلاد في الدندر وسنجة والسوكي ومدني والحيصة والكاملين وصولا للخرطوم، بذا أن المقام لم يطب لكيكل طويلا، وأعلن انشقاقه في أواخر 2024 ومحو قوة عسكرية من صفوف الدعم السريع وانضم للجيش السوداني، ومن ثم المساهمة معه في استعادة مدينة ود مدني من أيادي الدعم السريع بعد معارك طاحنة استمرت لعدة أيام. فيما انشق النور أحمد آدم القبة ويحمل رتبة لواء في الدعم السريع قبيل 3 أسابيع، وتحرك من عمق دارفور في غرب البلاد إلى شمال السودان وتحديدا مدينة دينغلا، وكان القبة قائدا ميدانيا واسع النفوذ في الدعم السريع ومن أبرز مؤسسيه في مرحلة ما بعد حرس الحدود. وحظي القبة باستقبال واسع من قيادة الجيش والحكومة السودانية، حيث ذهب قائد الجيش البرهان بنفسه إلى شمال السودان لاستقباله. وعرفت عن القبة مقدرات ميدانية عالية وقدرات على التحشيد وسط المقاتلين، وخلف رحيله موجة واسعة من التذمر في صفوف الدعم السريع. ويشير المصدر إلى أن كل من المنشقين تربطهم علاقة قوية بموسى هلال الذي هاجمته قوات الدعم السريع في بلدة مسريحة بشمال دارفور في فبراير الماضي، واضطر لمغادرتها نحو شمال السودان. فيما لفت مصدر ميداني للجزيرة نت إلى عوامل أخرى أسهمت في الانشقاقات، بينها عدم صرف مرتبات الجنود والعجز عن علاج الجرحى، فضلا عن انفراد مجموعة معينة من عشيرة ينتمي إليها محمد حمدان حميتي بالقرار داخل الدعم السريع، كلها عوامل أدت لانشقاق في الدعم السريع. ثمة عدة أسباب أدت لحدوث انشقاقات في الدعم السريع، أبرزها الاتصالات الواسعة التي يجريها الزعيم القبلي واسع النفوذ موسى هلال. ويقول مصدر حكومي للجزيرة نت إن هلال لعب دورا مهما في إقناع القبة والسافنا بمغادرة صفوف الدعم السريع. ويشير المصدر إلى أن كلا المنشقين تربطهم علاقة قوية بموسى هلال الذي هاجمته قوات الدعم السريع في بلدة مسريحة بشمال دارفور في فبراير الماضي، واضطر لمغادرتها نحو شمال السودان. فيما لفت مصدر ميداني للجزيرة نت إلى عوامل أخرى أسهمت في الانشقاقات، بينها عدم صرف مرتبات الجنود والعجز عن علاج جرحى المعارك، فضلا عن انفراد مجموعة معينة من عشيرة ينتمي إليها محمد حمدان حميتي بالقرار داخل الدعم السريع. وأتوقع المصدر استمرار موجة الانشقاقات في الفترة القادمة، خاصة القادة الذين تربطهم علاقات بموسى هلال الزعيم القبلي ذي التأثير والنفوذ. وكان السافانا قد أطلق جملة من المواقف والشهادات الميدانية حول كواليس الحرب السودانية وطبيعة الهيكلية القيادية داخل الدعم السريع، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار القتال الجاري حاليا بين الجيش والدعم السريع قد يعصف بوحدة البلاد ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم السودان. وكشف السافانا عن حجم خطوة انشقاقه الأخيرة، مؤكدا أن نحو 5000 شخص من عناصر وضباط قوات الدعم السريع قد انشقوا معه بشكل متزامن. وفي سياق التحركات السياسية والميدانية الرامية لإنهاء الأزمة، أعلن السافانا أنه التقى بقائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث جرى الاتفاق بينهما خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى حل جذري وناجز يهدف إلى إنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدم. وفي المقابل كشف القائد المنشق عن كواليس لقاء آخر جمعه قبل شهر واحد مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجيلو حميتي في العاصمة الكينية نيروبي.